الدوحة، دوحة الخير كما يحلو للقطريين أن يسموها. كيف لو هذا الإمارة الصغيرة فرضت ذاتها ويعني شمرت على صعيد الجد منذ أن أعلنت بأنها فازت بالتنظيم والصور وحتى يعني البنية التحتية تغني عن كل تعليق. ننتظر هناك بعض اللاعبين طلائع المنتخب بالخصوص اللاعبين مجموعة مغاربة في الإمارات وفيها عبارات تساند المنتخب المغربي الموجود أمامكم على الصورة. التيفو من جانب فعلا المغاربة مجموعة مغاربة. زياش تمريرة هدف فعلا أنصاري. أكيد هذا الهدف غيعطي ثقة أكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في إمكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب أن نعطيه الدعم النفسي من اجل استرجاع الامكانيات ديالو. نتذكر الهدف، شفت تمريره كي كانت مع عند زياش تبعها اللاعب بوفال، لكن الحارس كانت عنده ردة فعل جيده كيرد الكره ويقتنصها. نخلة الجنوب النصيري معلنا عن الهدف الاول كيجي مبكرا في الدقيقه السادسه. هدف غيخلي العناصر المغربيه انها تاخذ اللقاء بكل ارتياح. شوف التفاعل ديال الجمهور المغربي كيف قلت، هذه حتى بروفا كذلك للجمهور والذي ربما بيضاء وحمراء. حتى التجاره ديال الاقمصه يعني عارفه رواج، الكل يبحث هنا بالشارقه. ويعني تخيلوا معي الوضع في الدوحه، حاله المرور مشات كره بيسلم في هذه اللقطه هذه عند يحيى جبران عبيد فريق الوداد ولاعب الوسط اليوم. هناحي طريقه جميله تعطي الاملاح ملاح. رجع الكره عند غانم السيس لاعب بسكتاش التركي، طويله في اتجاه سفيان بوفال، ضعت للكره مشات عند ميكا كيفيرتشفيلي وضربه خطا ضد المنتخب المغربي. كوتشفيلي درام العميد تمريره خاطئه جميله جدا، لان الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر على المرمى ديالو وقال هذه هي الوجبه من اجل مضاعفه الغله. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميله اللقطه بكل صراحه. حكيم زياش الذكي كيبقى ذكي طبعا. هدف يعطي الحكيم الثقه التي افتقدها لاشهر كثيره. يبحث عن ذاته، يبحث عن ملاذ، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالشيو الايطالي ان صحت التسريبه. شوف معايا اللقطه، تمريره خاطئه من 55 متر. الهديه لا ترد، وان كانت عند حكيمين بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي ماماتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29. ثنائية الاتجاه ديال الكرة. الحكم كان قريب من العملية كيف ما كان الحال. القرار الأول والأخير كيبقى الحكم. فرصة لرفع الحصيلة إلى الثلاثية إن نجح اللاعب سفيان بوفال في هز مرمى مامارشفيلي. ديال تنفيذ ضربة الجزاء، ممنوع يدخل أي لاعب من داخل منطقة الجزاء. صعيب يقبضها رغم أنه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعة باش كانت غادية الكرة قليل جدا أن اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات. 3-0 نتيجة من الناحية المعنوية، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. الوطنية تستحق التنويه بالمردود اللي مقدمة حتى الآن. هي مباراة ودية طبعا، ولكن نتيجة بحال هذه مرحب بها، لأن النسق الهجومي والأسهم ديال النتائج الإيجابية كتخلي العناصر المغربية